بص، الفيديو ده انا مش جاي اكلمك على اوفر ولا جاي اكلمك على معلومات عامه عن مناطق معينه في العقارات. الفيديو ده انا جاي اكلم اخواتي البروكر واخواتي اللي شغالين في الديفلوبرز. ارجوكم ما تقعوش في الفخ بتاع هو اشتغل 24 ساعه، روح الساعه 11 و12 بالليل، خلص ال 30 شيت دول. الحاجات دي كلها الارزاق على الله. على فكره، انت لو عملت اللي انت المدير يقول لك عليه ده، انت نفسك هتتحرق، هيجيلك بيرن اوت، مش هيبقى عندك طاقة بعد كده، مش هتعرف تستمر أصلا. لازم تعمل بالانس إلى حد ما بين حياتك الشخصية وما بين حياتك العملية عشان تقدر تكمل. وجسدك ليه حق عليك إنه يرتاح، ودماغك ليها حق عليك إنك ترتاح. بس الفكرة كلها هو بيبيع لك كده ليه؟ انت 3 4 شهور ما بعتش، هيمشيك ويجيب غيرك، فمش فارقه معاه حصل لك ايه في دماغك. جالك كهرباء زياده، جالك بيرن اوت، يا عيني اتدمرت نفسيا، مش فارقه معاه، هيجيب واحد تاني غيرك يعمل الكلام ده كله. ما تقعش في الفخ ده. مفيش رزق بيجي من كتر الشغل. مفيش آية في القرآن بتقول إنك تشتغل كتير تكسب كتير، بس في إنك تتقي الله، في إن أنت بر الوالدين، في إن أنت تحسن في شغلك، مش بعدد الساعات والحرق. مش الكلام ده خالص، مش الكلام ده خالص. لو عندك طاقة لده اعمل ده. لو انت عندك حياتك مقسمها ايام وايام، يعني مقسمها يوم انا هتاخر في الشغل اليوم ده مثلا، واليومين الجايين دولت عشان انا عندي حاجات بعد الشغل هعملها، او هقعد مع والدتي، او هقعد مع اهلي، او هقعد مع اصحابي. ما انت برضو ليك نتورك برضو لازم تحافظ عليها. فخلي بالك من الاسطوانه اللي شغاله دي كتب كلها غرب. يعني انا لو جبت الكتب اللي انا قريتها هتبقى اطول مني لو حطيتها جنبي، كلها افكار غربيه. واللو اوف اتراكشن، لو اوف اتراكشن مفيش حاجه اسمها لو اوف اتراكشن، في حاجه اسمها لو اوف رادار. انت رادار بيبقى فيه المخ فيه رادار كده، انت لو ركزت في حاجه المخ هيركز عليها. انت دلوقتي بيعدي في الشارع 100 عربيه، لو ركزت على العربيات الحمراء هيجي لك عربيات حمراء كتير، لان المخ عمل شيفتنج بس، شال كل اللي مش عربيات حمراء وركز على العربيات الحمراء، هتبتدي تظهر قدامك كتير. او ماركه معينه هتبتدي تظهر قدامك كتير. ده مش لو اوف اتراكشن، محدش يبيع لك الافكار دي. دي اسمها رادار، مايند رادار. عادي، انت كل يوم بيجي لك 76 الف فكره في اليوم، فانت بتقول لمخك ركز على كذا وما تركزش على كذا، لان الافكار اللي موجوده في اليوم كله حوالي اكتر من مليون. فانت بتقول لمخك ركز عليه وما تركزش على ايه. ده مش لو اوف اتراكشن، ده مايند رادار. تمام، ما تخليش حد يبيع لك الموضوع ده. تاني حاجه، مجهودك وصحتك وعقلك وعينك ودانك ليهم حق عليك، ما تحرقهمش عشان تجيب رزق او عشان تجيلك تجيب فلوس. يا ابني الفلوس دي مكتوبه، هتجيلك زيه زي الموت، هو قدر هيجيلك، هيخبط على بابك وهيجيلك، بس مع السعي ومع رضا الوالدين ومع ان انت تحسن في شغلك ومع ان انت تتقي الله في عملك والحاجات دي كلها. احنا كل المذاكره اللي بنعملها والكورسات والتريننجز وكل الكلام ده كله لا يمثل 5% من معادله الرزق، والله يمكن اقل. والباقي كله توفيق من عند رب العالمين. اوعى تبقى عندك شركة اصغر تفتكر ان انت بمجهودك جبت القرش ده شركة اصغر، اوعى تقع فيه. والنبي انا بقول لك على حاجات انا عديت عليها، ما تقعش فيه. ان انت تعمل اللي تعمله في الشغل وتسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. لا حد هيتحكم في رزقك ولا هينفع اصلا يتحكم في رزقك، ان رزقكم في السماء وما توعدون. ولو الرزق ده واحد اللي بيوزعه في الارض كان زماننا كلنا متنا من الجوع. خلي بالك، الرزق ده بتاع ربنا، اتعامل معاه، خلي عندك يقين، ابعد عن كتب الغرب، خد منها اللي يناسب دينك، وبعد كده ارمي الباقي في البحر. انا بقول لك عندي مكتبة كتب، وقعدت دخلت وبتاع، حسيت ان انا شويه كده ودماغي خبوز، وهحس بعدم عدل في الحياه، وهحس هتوديني في 60 داهيه. يجيب لك نموذج نجح من 30 الف نموذج فشل، يقول لك شفت اعمل زيه بقى. ما هو يا حبيبي انت ما خدتش بالك ان ال 29999 التانيين دول ما حصلش معاهم الكلام ده؟ انت بتركز على اللي عمل معاه. ابعد، وما تخليش حد يستغل مجهودك ولا طاقتك ولا صلاتك. تمام، صلي، جال الاذان اذن قوم صلي، ما تفكرش هخلص الكل دي ولا لا لا لا. ولا عينك ولا ودانك ولا حياتك الاجتماعيه ولا اهلك. ما انت هتتحاسب على الحاجات التانية، هتنجح في شغلك يعني انت كده لو انت على كلامه ما تنجح في شغلك، ما انت هتفشل في بقيت حياتك التانية. ده انت هيجيلك هس في دماغك، هتعيش طول عمرك مش مرتاح البال. انا بقول لك الكلام ده والله اخويه، اخويه جدا. انا اصلا ما اعرفش الفيديو ده جه في دماغي فحبيت اعمله، وما مش محضر حاجه. مفيش ايه في القران بتقول لك اشتغل كتير تكسب كتير. في اتقان، في احسان، في بر والدين، في حاجات كتير قوي، في استغفار، في حاجات كتير قوي قوي اثناء ما انت برضو بتعمل اللي عليك، بتصحى من النوم بتروح الشغل في ميعادك وبتتقي الله في شغلك وبتحسن، وبتحاول توصل افضل خدمه يعني افضل خدمه للعملاء بتوعك بما يرضي الله. خلاص. حتى لما تقترح على عملاء مشروعات او حاجه، اقترح وانت تقيل وانت جامد. ليه؟ انت رزقك هيجيلك. تفتكرش الكلمه اللي انت قلتها دي هي دي اللي نزلت العميل؟ قسما بالله ولا دي ولا دي ولا دي، ما حدش يضحك عليك، محدش يضحك عليك.
اتعلم كلوزنج تكنيكس، اتعلم ان انت ازاي تو اوبن كولد كولز او تو اوبن كول عامه، اتعلم ان انت ازاي هاو تو نيجوشيت، اتعلم كل ده كمان. بس كل دي اسباب، يعني يعني اللي هو كده وكده، لكن في الاخر اصلا انت مكتوب لك رزقك، ما تقعش في الغلط ده من قبل ما نتخلق اساسا. او عندنا كان عمرنا 120 يوم اتكتب لنا شقي ولا سعيد، اجلك وموتك، كتب الحاجات دي كلها اتكتبت. فاشتغل بقى وانت مستريح وانت برنس، انا كده كده رزقي جاي لي، فانا بقى هقدم احلى خدمه للعملاء بتوعي، لان انا كده كده اصلا رزقي جاي، كتير قليل هو رزقي جاي. وبقى هنا بقى في اختبار بقى، يا اما بقى ترضى وتحمد، يا اما بقى تبقى ناقم وتروح في 60 داهيه، لا كسبت دنيا ولا اخره. يومكم جميل.